اليوم حبايب قلبي بصراحة بدها تحلاية وجا عبالي يتحلى كيكة كتير طيبة واللي هي كيكة قدرة قادر. اسمها قدرة قادر حبايب قلبي لأنه فيها كريم كراميل، بدنا نكرمل سكر وفيها كريم كراميل وفيها جاتو، كله بنحطه ببعضه بتلاقيه كله بينفصل عن بعضه بالأخير. وصدقوني كتير حبايب قلبي، مشان ما أطول عليكم عندي نص كاسة سكر كرملتها وحطيتها بقالب الجاتو. اجباري لازم يكون عندكم قالب جاتو، انه قدرة قادر جاتو قدرة قادر ما بتصير غير بقالب جاتو. وانا هذا القالب جاتو عندي قديم حبايب قلبي. انتوا اذا كنتوا تشتروا في من جوا قوالب مخرمه بيطلع منظره بس تقلبوه كثير حلو، من هون بيكون مخرم تخريم. انا هذا عندي قديم بصراحه بدي اضطر اشتغل فيه. اما انتوا اذا كنتوا اشتروا مخرم من جوا اضبط مثل ما قلت لكم. عندي نص كاسه كرملتها بحطه على الطرف. هلا بدي اساوي الكريم كراميل حبايب قلبي. عندي كاستين حليب، حطوا لهم كاسة سكر. شايفين؟ صدقوني هذا الجاتو كثير طيب وسهل وبسيط. عرفتوا شلون؟ يعني ما بدهم على 100 بنوب حبايب قلبي. وعندي نص كاسة حليب بودرة. وعندي بردقان وليمون حبايب قلبي لازم مشان زنخة البيض. وعندي 4 بيضات نفقسهم مشان نعمل شو حبايب قلبي؟ الكريم كراميل. هي الطبقة الثانية حبايب قلبي طبعا. ومن بعد ما حطينا هالاربع بيضات يا حبايب قلبي اجباري ولازم نلحهم بظرف فانيليا مشان زنخة البيض. واذا عندكم فانيليا سائل على طول بالكم يا حبايب قلبي احسن واحسن لسه. ومنلحهم بشوية ماء الورد. هي مبدا ماء الورد هي اختيارية حبايب قلبي من عندكم، هي انا شغلي من عندي ماء الورد نصغطه. ماء الورد كمان زنخة البيض كلها بموتها. ونخفوهم مزبوط يا حبايب قلبي لحتى البيض يدوب والسكر يدوب. لانه هلا هدول حبايب قلبي بدنا نكتهم فوق الكراميل كرملناه. تمام؟ يعني هدول الطبقة الثانية. بس قبل ما نكتهم بدنا نصفيهم يا حبايب قلبي. هلا انا عم كتهم فرجيكم شلون عم صفيهم. صدقوني جاتو ببيض الوش وطيب وبياخذ العالي. وهلا يا حبايب قلبي بعد ما دوبنا الكريم كراميل، دوبناه مزبوط، دوبنا السكر اللي فيه، دوبنا البيضات، هلا بنجيب منخله مشان تكتلات البيض ومنكتهم الطبقة الثانية. شايفين؟ هي الطبقة الثانية. أول طبقة كرملنا نص كاسة سكر مثل ما قلت لكم. وفي شغلة ثانية حبايب قلبي، بدكم الخطوة الثانية ما تعملوها، فيكم تجيبوا باكيتين كريم كراميل وتطبخون على الغاز وتحطون وين؟ الطبقة الثانية، تكتون الطبقة الثانية. يعني مو شرط تعملوا الخطوة انتوا على هون ما بتحبوا. بس إذا بتجيبوا باكيتات لازم تطبخوهم وتكتون الطبقة الثانية، تكتوا الطبقة الثانية مطبوخين. وفيكم تعملوا هيك، انتوا على هون ما بتحبوا. هلا حبايب قلبي الطبقة الثالثة تبع قدرة قادر. وصدقوني قدرة قادر عن جد قدرة قادر، انه هلا بنحط رحنا الكريم كراميل، حطينا اول طبقة كرملنا السكر. والطبقة الثانية الكريم كراميل اللي عملناها قدامكم، هي الطبقة الثالثة تبع الجاتو. كلهم كنتوا فوق بعضه بتلاقيهم كله بيفصل عن بعضه، بتلاقوا الجاتو فصل عن الكريم كراميل والكريم كراميل فصل، كله صاروا 3 طبقات. ما احلاهم صاروا حبايبي. هلا عندي 3 بيضات مشان شو؟ مشان الكيكة. مشان الطبقة الثالثة الكيكة عندي 3 بيضات. حطيت لها فانيليا، واذا فانيليا سائله لسه بتقتل الزنخه اكثر واكثر واكثر. بصراحه انا هي البودره ما بحبها، بس هون بصراحه بسوريا قليله كثير ما عم لاقيها. وبرش ليمون وبرش بردقان. وبنحط له نص كاسه سكر حبايبي، ما بدنا نكتر اكثر. نص كاسه سكر ونخفوه لحتى يدوب السكر 100%. واذا عندكم خفاء كهربائيه احسن واحسن، لسه اسرع لكم واريح لكم. هلا يا حبايب قلبي شوفت عينكم، وبعد ما خفقت البيضات والسكرات ودابوا السكرات بلحون نص كاسة حليب ونص كاسة زيت، وأقل من نص كاسة زيت. وهلا يا حبايب قلبي معلقتين كاكاو بنلحون، معلقتين كاكاو شوفت عينكم نخفق. وبنحط معلقتين صغار بكن بودر، معلقتين على المضبوط يا حبايب قلبي، ما بدنا أكثر ولا أقل، كافيين وزيادة. وعندي هون كاسة ونص طحين بنحط وبندخلهم قدر المستطاع ندخلهم. ليش يا حبايب قلبي؟ كل وصفات الطحين انتوا عم تحطوا، كل وصفات عفوا الجاتو انتوا عم تحطوا الطحين حاولوا تنخلوا الطحين بيطلع هش. اما اذا حطيتوه هيك حطه واحده بيطلع مكتل. وهلا يا حبايب قلبي من بعد ما عملنا الكيكه الطبقه الثالثه، هلا بدنا نكتها وين؟ فوق الكريم كراميل. هلا صار عندنا اول طبقه السكر المكرمل، ثاني طبقه الكريم كراميل يا حبايب قلبي اللي عملته قدامكم. هي الكيكه ثالث طبقه. والحليب سائل تبع الكريم كراميل. شوفت عينكم يا حبايب قلبي. هلا بدي كت فوق الجاتو. قلت لكم ان هي اسمها قدرة قادر. تحطوا الجاتو
مع الكريم كراميل مع السكر المكرمل كله بيفصل عن بعضه بالاخير. يعني كيكه روعه بصراحه، روعه، كيكه روعه، معنى الكلمه روعه، وطيبه وبتاخذ العقل. شوفت عينكم يا حبايب قلبي، هلا انتم مفكرين انه كله اختلط ببعضه، بس هلا رح تلاقوا الجاتو طلع لحال، والكريم الكريم كراميل لحال، والسكر كرملته لحال، هلا 3 طبقات رح يطلعوا حبايب قلبي. مع انه هون كله اختلط ببعضه. هلا عندي صينيه حبايب قلبي، بدي احطه هذا على حمام بخاري بس من تحت على حراره 180 بالطبقه التحتانيه بس من تحت، ما بشغل من فوق. ومشان هالصينيه اللي بدي احط فيها المي اللي عم يغلي ما تسود يا حبايب قلبي، بحط لها ربع معلقه حمض الليمون، شوفت عينكم، وبكت لها مي عم تغلي. بهي المرحله الصينيه ما عاد تسود يا حبايب قلبي عندي، شايفين؟ وبنجيب القالب تبعنا وبنحطه بالمي عم تغلي، يعني يكون المي حبايب قلبي ربعه طالع لهون لربعه او نصه المي، اكثر من نصه او ربعه ما بنحط مي رحنا، لانه هذا رح يستوي على حمام بخاري يا حبايب قلبي. شوفت عينكم. وهلا بحطه بفرن حامي على حراره 180 من تحت بس من تحت، بده 3/4 ساعه، يعني 45 لل 50 دقيقه بيطلع بياخذ العقل صدقوني. بعد ما بردناها ساعتين 3 وبدون براد، بس هيك بالسكين داير القالب هيك بالسكين عملناه. وهلا عندي مي سخنه مشان الكراميل، اذا نقلبها هيك حبايب قلبي الكراميل بكون لزقان بسفل القالب، رحنا الكراميل مشان ما يلزق معنا بنجيب مي سخنه بنحطها بالصينيه، شوفت عينكم هيك، وبنجيب القالب وبنرحشه دقيقتين فيها. هلا الكريم كراميل اللي بالسفل يا حبايب قلبي الطبقه الاولى اللي حطيناها اول شيء لحالها بتقبع بقى لحاله، بس نقلبه ساعتها دغري شو بينزل معنا مع احلى قالب، دقيقتين 3 ودغري بنقلبه. وهلا بنجيب صحن يا حبايب قلبي، اي صحن عندكم انتم كانكم عم تعملوا مقلوبه وبدكم تقلبوا مقلوبه، نفس الشيء بتمسكوا القالب هيك بتحطوا الصحن عليه هيك يا حبايب قلبي ودغري بتعملوا له هيك، اسهل من هيك ما في. وتسموا 3 يا حبايب قلبي على الخفيف الخفيف، كانكم قالب كانكم عم تعملوا مقلوبه. يا سلام، نعمل هيك بسم الله. شايفين يا حبايب قلبي، قلت لكم انا انه هذا اسمه قدرة قادر، حطيناه كله مع بعضه فصل، صار كريم كراميل لحال، الكريم اللي عملناه السكر ذوبناه لحال، الكريم كراميل لحال، والجاتو لحال، شايفين؟ والجاتو هش وبياخذ العقل يا حبايب قلبي. وهلا بدنا نقطع قطعه قدامكم، شايفين؟ بسم الله. بس حبايب قلبي انا نوهت لكم عن القصه، اذا القالب بدكم تشتروا قالب اشتروه مخرم من جوا، اللي مخرم بيطلع منظره هون بيطلع منظره مخرم ساعتها، ما بيطلع منظره هيك صاب، بيطلع مخرم تخريم، بيطلع منظره احلى. هون بعد ما قطعناه شايفين يا احباب القلب، شايفين المنظر ما احلاه. يا بسم الله. والله طعمته تاخذ العالم. بس الكريم كراميل طعمتها مع الجاتو اطيب من الجاتو ذات نفسه، والكريم كراميل مع الجاتو مدموجه الطعمه كلها مع بعضها، صدقوني طعمه روعه. بس يكون بارد بالفريزر، بردوه انا ما بردته بالفريزر يا حبايبي، حطوه بالفريزر ساعه وكلوه، صدقوني روعه. بتكون زينوه هون على وشه فسوع حلبي بيتزين معكم، زينوه بكريمه بيتزين معكم، الكيس الحلواني تعملوا هيك طابات كريمه بصير معكم كله شغال. بس هو هذا القالب قدرة قادر ما بده تزيين، لانه هو بصراحه مزين خالص.